بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وكل الشعب المصري طيب وبخير وعيد سعيد على الجميع يا رب. يا رب بإذن الله عيد يبقى عيد زي الفل كده. النهارده النادي الأهلي بيلعب أولى ماتشاته مع الهلال السوداني، بيقدم مباراة سيئة. يعني احنا قلنا النادي الاهلي ما بيلعبش بقاله شهر بالظبط، من يوم 5 اخر مباراة له اللي كانت يوم الاربع يوم 5. اشتقنا وكنا مفروض نتفرج على حتى اللعيبة ان عندها اشتياق للكورة، واللعيبة تحديدا المهرية، بن شرقي على جراديشار على وسام ابو علي على امام عاشور، على اللعيبه اللي عندها الحلول دي. بيبقى مثلا لما اللعيب بعيد عن الماتشات وبقاله فتره، ودي فتره كبيره مش قليله، شهر، عارف يعني ايه شهر؟ وتيجي ترجع، كنت بترجع بقوه وتلعب حتى لو 40 دقيقه 50 دقيقه، بس بتقدم فيها متعه في الكوره. وبعد كده البدني بيقع عشان ان انت ما بتلعبش ماتشات ولياقه الماتشات وكل الافلام اللي هي الهابطه دي. ولكن الراجل النهارده بادئ بدايه سيئه. سيئه ليه؟ لان دي مباراه لازم تكسبها هنا بسكور عشان لما تروح هناك تبقى مطمن، زي بيراميدز. بيراميدز النهارده فرم الفرقه بتاعه الجيش المغربي، فرمها 4-1 مع الرأفة، وفي له ضربه جزاء ومضيع كام جون، واخد بالك؟ وما يتخافش عليه هناك. يعني هناك في المغرب ما يتخافش عليه، ليه؟ هيلعب في نفس الاجواء اللي هي جو حلو وبالليل والكلام ده. انما انت هتروح تلعب في موريتانيا، هتلعب العصر في عز الولعه، في عز الحر والرطوبه وكل الكلام ده. فانت المفروض ان انت النهارده تنزل تكسب 2-3 عشان تبقى رايح الى حد ما مطمن يعني. ولكن هو بدأ غلط، بادئ الشناوي، بادئ اشرف داري، رامي ربيعه، محمد هاني، الراجل اللي اسمه يحيى عطية الله ده اللي هو بقاله 5 شهور. طب وفين كريم الدبيس اللي هو في اخر ماتشات اللي كان لعبها ورجليه في الملعب؟ ولكن لعب بيحيى عطية الله، لا شوطه ولا باصه ولا اي حاجه شفناها منه. يمكن محمد هاني الناحيه الثانيه جاب جون، وكان اول ربع ساعه كان احسن لعيب كوره في الملعب في ال 22 لاعب محمد هاني، وربنا كافئه بالجون. فبيلعب قدامهم 2، اكرم توفيق ومروان عطيه. يا ابني يا عم المدرب القليل، انت بتلعب على ملعبك، انا الاعب اللعيبه اللي هي تكسبني وتعمل فرق، لان انت عارف الفرقه هتيجي تقف. فرقه الهلال السوداني مش هتهاجمك الا بهجمات مرتده، ولما تتقطع منك كوره، لما تتطفش منك الكوره، انما هم هيطلعوا بيها ويعملوا عليك هجمه مرتده صعب. فانت المفروض تبقى قاري الكلام ده، عارف ان الفرقه جايه تقف. فالعب بمروان عطيه وحط جنبه قفشه يا عم، بلاش قفشه، حط جنبه امام عاشور. طالما مش هتلعب قفشه، حط مروان عطيه وامام عاشور، وبعد كده طرفين اشرف بن شرقي وعندك حسين الشحات، وتلعب ب2 راسات حربه. ما عنديش مشكله اللي هما الاثنين يلعبوا، بس ما تلعبش جراديشار يا اما رقم 10 يا اما ناحيه الليفت، وتضيع مجهود واحد زي بن شرقي لما حطيته ناحيه الرايت. فطبعا بدايه غلط. هتلعب العب ب4-4-2، والاثنين اللي هم على الاطراف اللي يبقى بن شرقي وحسين الشحات، كنت هتكسب الماتش ومستريح. ولما تيجي تغير الشوط الثاني تنزل قفشه يلعب الاربعه اللي قدام دولت، بدل عمر كمال وبدل اللعيبه اللي انت اصلا مقعدها معاك بره على الخط. يعني انا كنت شايف كده، يعني كنت شايف ان انت تلعب بالطريقه دي كنت هتهدف وهتعمل كثافه عدديه في ال18، وهتلاقي كروسات بقى من اشرف، من عطيه الله اللي هو ما عملش ولا كروس النهارده، هتلاقي من محمد هاني، هتلاقي من حسين الشحات، كنت هتلاقي شكل جاي من ورا مكمل امام عاشور اللي ما شاطش ولا شوطه النهارده، وضيع انفراد ما يضيعش، واخد بالك؟ والنادي الاهلي الشوط الاولاني كله جون وانفراد قلشه، وجون برضه يعتبر بايلاك، والانفراد بتاع امام عاشور اللي هو الراجل اتزحلق فيها،
وبعد كده الكرة هنقول بتاعت بن شرقي اللي حطها بالدماغ، وبعد كده مفيش اي تواجد ولا اي خطوره ولا لا لون ولا شكل ولا طعم ولا اي حاجه بصراحه. ماتش يسد النفس. مش هو ده الاهلي اللي جاي عايز ياخد بطوله افريقيا، مش هي دي اللعيبه اللي هي اللعيبه معذوره. الراجل اللي هو عامل تشكيل، يعني اكرم توفيق يلعب 90 دقيقه ازاي؟ مروان عطيه يلعب 90 دقيقه ازاي؟ وتقعد واحد زي قفشه بره ازاي؟ الشوط الاولاني انتهى 1-0، قلنا هيعدل في الشوط الثاني من البدايه عشان يعوض ال 45 دقيقه الاولانيه. نفس السيستم ونفس الشكل ونفس الاداء، ولاعيبه في الملعب مش قادره تشيل، بل تشيل رجليها يعني، وبل البدني بدا يقع من اشرف بن شرقي، من اسامه ابو علي، من اكرم توفيق، من امام عاشور. بدا مفيش هجمه الشوط الثاني توحد ربنا على الجول. حتى الكوره اللي هي طايشه اللي هي اتعملت من ورا اللي محمد هاني عملها عاليه وطلع رامي ربيعه حطها والجون قام جاي نايم عليها، دي اخطر حاجه الشوط الثاني. ويمكن شويه الفاول اللي هو بعيد اللي هو اسامه ابو علي حطها من جنب القائم، بس بعيد يعني مش جون، لان الجون كان رايح وقافل الزاويه يعني لو في الجون كان هيطلعها يعني. فين بقى النادي الاهلي؟ فين بقى كره النادي الاهلي؟ فين بقى التكتيك اللي انت بتعمله بقالك شهر عشان نشوف حاجه مختلفه؟ ما هو انت مريح اهو، ما انت كنت دايما تتحجج وتقول ضغط الماتشات والمؤجلات وضغط الماتشات واحنا بنلعب كل 3 ايام. بقالك شهر. قول لي بيتمرنوا ازاي بقى اللعيبه دي؟ يعني اللعيبه دي بتتمرن ازاي؟ باللي احنا شفناه ده كده، لا في تكتيك ولا في تمرينات شوط على الجون ولا في تمرينات بتغير تعمل الاوفرلاب، واحد يخش من جوه واحد يطلع من بره، وبنشوف الحاجات دي ما بنشوفهاش ولا هنشوفها طول مع الراجل ده. مش هنشوف حاجه. هو بيكسب كده بالقدره، هو بينزل تشكيل والجماهير بقى يعني بيبقى سايب الموضوع على ربنا والجماهير. جابوا ما جابوش خلاص. انما بتشوف كوره محترمه من يوم ما الراجل ده جه ما شفتش بصراحه. ولما بنقول ان هو قليل بتزعلوا. وفي دلوقتي ناس اللي احنا كانوا بيهاجمونا ويطلعوا في القنوات ويقول لك لا ده مش عاجبه كولر، هم دلوقتي اللي بيطالبوا ان كولر يمشي. يعني هم دلوقتي والنهارده وبكره هتلاقيهم طالعين يعملوا فيديوهات ويقول لك لا الراجل ده يمشي كفايه كده، الراجل ده مش مركز. الراجل لسه جاي الاسبوع اللي فات يا جدعان، ده قاعد في بلده واخد شهر رمضان كله اجازه. ازاي يعني من بعد ماتش الاهلي اللي هو ما اتلعبش والزمالك؟ فالراجل شكله كده شغال بمزاجه ومحدش قادر عليه ومحدش بيقدر يقول له بن ومحدش بيقول له خد تعالى. الاداء ماله؟ اللعيبه دي ما بتلعبش ليه؟ اللعيبه مستواها نازل ليه؟ مفيش لا حساب ولا عقاب ولا في حد. فمش عارف هو ماسك زل على النادي الاهلي وجماهيره ولا مجلس ادارته ولا ايه؟ يعني لما يكون اكبر نادي في افريقيا ومرشح لافريقيا وتلعب بعد شهر ماتش زي ده، اين الحساب واين العقاب؟ يعني ده بالشكل ده الماتش اللي جاي يخوف. هتلعب الساعه 3 وفرقه مش وحشه. النهارده بيلعبوك ان هم يطلعوا باقل الخسائر، انما الماتش اللي هناك هيبقى العصر في الجو اللي هو فيه رطوبه والجو ولعه، وبعد كده كمان وهم واخدين على الجو ده وانت مش واخد عليه. ما ده مشكله النادي الاهلي لما بيروح يلعب صن داونز. لما بيلعبوا الساعه 3 بتلاقي الدنيا مش مظبطه. فربنا يستر الماتش اللي جاي والنادي الاهلي يبقى في حالته ويعدي الدور دوت، لان الدور ده صعب. وخلي بالك القرعه خدماك ان انت بتلاعب الهلال انت صن داونز بيلعب الترجي، والنهارده بيراميدز بيلاعب الجيش الملكي، ومعرفش اورلاند فيروس بيلعب مش عارف فرقه من الجزائر. فالفرق صعبه. فانا من وجهه نظري اقلهم كان الهلال. يعني انت النهارده كنت تكسب مكسب كويس عشان نقول من دلوقتي ان انت في الادوار اللي جايه، دول الاربعه اللي جاي. انما كده لا، الموقف يخوف، الشكل يخوف. على العموم نتمنى التوفيق للنادي الاهلي وجماهيره ويعدل. انا بصراحه هسميها ازمه المباراه اللي جايه دي ازمه صعبه، لان كل الظروف مش في صالح لا النادي الاهلي ولا لاعيبته.
ليه؟ لان الماتش بالنهار، الماتش في موريتانيا، الماتش في جو فيه رطوبه عاليه، يعني اللعيبه مش في اوقات معينه، في اوقات كتيره ما بتلعبش غير ماتش واحد في البطوله طول السنه لو قابلت سان داونز او قابلت فرقه ما عندهاش اضواء. وهم طبعا حتى لو عندهم اضواء يقول لك لا هنلعب الساعه 3، عايزين يقرفوا ويطلعوا النادي الاهلي يعني. فربنا يوفق ان شاء الله ويوفق النادي الاهلي المباراه اللي جايه، ونتمنى التوفيق للكره المصريه. ومبروك النهارده البيراميدز، بيراميدز المفرمه، اي فرقه تقع قدام بيراميدز هيفرمها، مع ان ما اتفرجناش على المباراه، ولكن فرقه تقيله، فرقه هي عارفه بتعمل ايه، فرقه عندها لعيبه في الملعب ولاعيبه بره الملعب ولاعيبه بره خالص. فبصراحه شابوه لمجلس الاداره والناس اللي هي بتاعت اللي هي التخطيط اللي في نادي بيراميدز، اللي هي بتجيب لعيبه في كل مكان، واحد واثنين وثلاثه. يعني انت محمد حمدي اتصاب، جه كريم حافظ، مش عارف مين اتصاب، بتلاقي مصطفى فتحي، بتلاقي عبد الرحمن مجدي، بتلاقي اوباما، بتلاقي يعني النهارده ما فيش اي مشكله بالنسبه لهم يعني. مبروك لبيراميدز وان شاء الله بالتوفيق للكره المصريه. شكرا.